بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب علينا كلنا يا رب. عاملين ايه؟ بصوا بقى النهاردة ايه أحلى فتة لأحلى عيد بجد. بصوا طريقة الفتة بتاعتي بقى، أنا بعملها الصراحة بطريقة حلوة قوي. بصوا أنا أول حاجة عملتها اللحمة، جبت حلة على النار، حطيت فيها مية، والمية غليت خالص زي ما انتوا ما شفتوا، وكنت مقطعه اللحمه اهو، ونزلت بيها، ونزلت ببصل. البصل زي ما انتم عارفين انا بحب اخرطه وادعكه بملح وفلفل واحطه. تمام. وجبت ورق لوري وحطيت فلفل اسمر. تمام. وحطيت بقى التكه بتاعتي اللي تخلي الشوربه طبعا طعمها حلو واللحمه تستوي بسرعه ومتاخدش وقت على النار، اللي هي معلقه سكر. ماشي حبايبي، تمام. وطبعا هي كده اهوت الميه، ياما انا شلت من الميه دي حبه عشان ايه تستوي. تمام. وده الرز اهوت على النار، جبت سمنه وشطفت الرز طبعا وحطيته، وحطيت عليه ملح وميه العقد بتاعها، وسبته بقى لما استوى. ديت بقى انا بعمل ايه؟ انا بعمل توم، خل بتوم، وبعمل صلصه. الصلصه اهي، بصوا انا جبت معلقه توم كنت دقاها بملح وكمون وشطه وفلفل اخضر، حطيتها لما اتشوحت واتحمرت سنه كده هو اصفرت، بس قمت نازله عليها بايه؟ بالصلصه، وحطيت فلفل اسمر وحطيت ملح وحطيت ورق لوري. تمام. وهتاخد غلوه وبعدين هوطي عليها لحد ما تستبك خالص. وحطيت خل، انا الخل المفروض احطه على الثوم، بس انا كان في عيالي واقفين جنبي بس انا نسيت، بس حطيت الخل ايه بعد ما حطيت الصلصه، ما يحصلش حاجه يعني، برضو طعمها تحفه. وهنا هو جبت العيش الناشف كسرته، وبعدين عملت ايه؟ جبت المعلقه اللي بناكله بيها الرز الطبيخ، جبتها وحطيت معلقه سمنه على العيش. ماشي يا حبايبي. وبخليه على النار كده هوت العين الواطيه خالص، وبقعد اقلبه 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 لحد اما ايه يتحمر شويه، يبقى مقرمش جامد. يعني العيال بيحبوه كده هوت كمان. ممكن كمان نجيب فص توم او فصين توم اخرطهم واحطهم مع العيش، بيدي طعم بصراحه تحفه 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 تحفه، بيدي طعم تاني خالص. وهنا هوت بقى دي، بصوا بقعد اقلبه كده هوت لحد اما ايه يتحمر شويه. تمام. اجي ادوقه كده هوت الاقي طعم السمنه بقى فيه والثوم، وهو بقى محمص جامد. ماشي. شوفوا انتوا عايزين بتعملوه كده، مش عايزين تحطوه في الفرن، بس جربوها بالطريقه دي والله فعلا مختلفه جدا 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 وهتعجبكم. تمام. بصوا بقعد اقلب فيه كده هوت في الصينيه لحد اما احس ان هو ايه قرمش. وهنا هوت العين ديت اهو حط عليها الثوم، برضو انا دقاه بملح وكمون وفلفل اخضر. هو كان عندي في التلاجة اصلا من ساعه ما عملت الكرشه، فاكرين الكرشه؟ كنت دقه حبه ياما ومخليهم في التلاجة، قلت يفضل في التلاجة لان انا عارفه ان هعمل الفته وكده هو تاني يوم، فدقيت ياما. يلا حبايبي ما تنسونيش بقى، فين اللايك وفين الاشتراك؟ اهم حاجه دوسوا على الاشتراك. ماشي. وجربوا الحاجات ديت وقولوا لي ايه رايكم، دي بتكات تانية مختلفه. ماشي. بصوا بقى، خلوه على عين واطيه علشان ما يتحرقش منكم، يعني انا مخليه على العين الصغيره خالص وموطياه سنه صغيره عشان ما ايه ما يتحرقش. ماشي يا حبايبي، يلا لايك واشتراك، وقولوا لي بقى عملتوا الفته ازاي، كل واحده تقول لي عملت الفته ازاي بانهي طريقه. اهو الثوم بدا يتحمر، هنزل عليه بقى بايه؟ بالخل. ماشي. وبعد كده اهوت هجيب بقى كبشتين 3 شوربه كده اهوت واحطهم لحد ما يغلوا. ماشي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين
بصوا الخل اهو، حطيت الريحه بقى مش قادره اقول لكم. وانتوا بتحطوا الخل خلي بالكم عشان لو عندكم عين عاليه مفتوحه تانية عشان ممكن ايه يطلع نار كده اهوت، او حطوها خدوا الطاسه وبعيد عن النار خالص. مش بس انا موطيه النار عشان كده ايه حطيت الخل كده على طول، وربنا بقى يسترها بقى علينا يا رب. تمام. بصوا هجيب بقى بعد كده الشوربه، بس طبعا خدت غلوه. بصوا الشوربه، بحط الشوربه بقى كده اهو، واحط عليها فلفل اسمر. ماشي. بتبقى بصوا بقى بتاكلوا ايه الرز بالعيش كده هو، تحسوا العيش ايه مقرمش. انا بحط الشوربه ياما على فكره عشان ما بحبوش العيش يبقى طري خالص كده هوت وملزلز، لا. بصوا دي الشوربه واللحمه ما شاء الله، والرز اهو. بصوا انا حطيته، انا بحط الشوربه على العيش. انا بحط الرز الاول تمام كده هو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بسويه في الصينيه. انا نقلته من الصينيه اللي انا كنت عاملاه فيها محمراه فيها عشان الصينيه طبعا سخنه، مش هنعرفه ناكله فيها ولا نمسكوها. فانا نقلته في صينيه تانية العيش وبسويه كده هو تمام. ماشي يا حبايبي. العين طبعا بتاكل قبل البق وقبل البطن، فانت لازم الحاجه بتاعتك تبقى حلوه وجميله ومتزوقه. بصوا الشوربه هي لازم تقلبيها الاول كده اهوت في بعضها، وبعدين باخد واحده واحده واقوم حاطه ساقيه بيها، عشان زي ما اقول لكم احنا ما بنحبوش العيش يبقى ايه طري، لا احنا بنحبوه يقرمش كده اهوت مع الرز معانا. وبعدين انا حاطه لهم شوربه، اللي عايز يحط شوربه يحط قدامه، كل واحد في طبقه ويزود شوربه زي ما هو عايز. تمام. بسقيها بقى كده اهوت بالشوربه، بتبقى جميله 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 وبتعمل والله العظيم. جربوها العيال يعني كان فاضل حبه وهياكلوا صوابعهم وراها. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا. بصوا وبعدين بقى هعمل ايه، هقوم جايبه الصلصه وحطها عليها كده اهوت. بصوا فلفل اسمر لازم بيديها طعم برضو مختلف، وحطيت فلفل اسمر وملح على اللحمه برضو بتخلي الطعم حلو قوي على فكره. تمام. بصوا بقلب بقى الصلصه حلو طبعا في الحله بتاعتها. بصوا سخنه مولعه نار. تمام. وبقوم زقياها كده اهوت بيها. احنا بنحبوها كده اهوت. انا الاول كنت بعملها بالثوم بس والشوربه، بس بعد كده عملتها لهم مره كده اهوت بالصلصه وخليتها بره، بقوا ياخدوا الصلصه يحطوها على الفته وياكلوها كده اهوت بالفته، فعجبتهم الصراحه. قلت خلاص بقى بعد كده اعمل لهم الفته كده اهوت بالصلصه على طول. بصوا اللحمه الصراحه زي الفل وزي القشطه جميله، بسم الله ما شاء الله عليها، حته لحمه جميله والله. جربوا حبايبي وقولوا لي ايه رايكم. ماشي. اهي الفته اهي. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم، وجربوا واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. كل واحده تكتب لي الطريقه اللي هي بتعمل بيها، ممكن يكون انا طريقتي مثلا غير اي حد. كل واحد ليه تكات في الفته بيعملها بتخلي طعمها في حته تانية. تمام يا حبايبي. جربوا وقولوا لي يلا ايه رايكم. بألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين وعقبال كل